بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم. فيديو قصير إن شاء الله، وهو كذلك قراءة لمقالة في الفكر الديني وفي الخطاب الديني. نعم، لأن كما قلت سابقا في هذه القناة المتواضعة أنتصر للخطاب الديني الحداثي التجديدي، لأن أذكر دائما أننا في حاجة إلى فكر ديني جديد واقعي ينسجم مع قضايا هذا العصر. خطاب معتدل متوازن يشتبك مع همومنا وقضايانا المجتمعية، وسواء في الجانب السياسي أو الحقوقي أو في جميع المجالات، لأن الدين كمنهج وكمعنى وكأخلاق وكروح إذا فهم فهم عقلاني سيكون يعني يكون رافعة ويكون دافع نحو التطور والتقدم والارتقاء بالإنسان. إذن هذه المقالة التي سأقرأها وأتقاسم مع إخواني وأحبابي هي لدكتور وائل كريم، وهو اقتصادي ومفكر من أصول فلسطينية. نعم، له كذلك صفحة أو صفحة على الفيسبوك مهمة جدا، فمن يزور صفحته سيستفيد، لأنه يطرح قضايا مهمة في الفكر، خصوصا في الفكر الاجتماعي والحضاري بصفة عامة، لأنه يقرأ القرآن ويقرأ الدين قراءة متطورة ومتقدمة وتنويرية. إذا عنوان هذه المقالة هل نتعصب للقرآن أم لفهمنا له؟ هذا هو السؤال. ثم يقول: ليست أزمة كثير من مجتمعاتنا في التعصب للنص القرآني، بل في التعصب للفهم البشري للنص، فالقرآن كلام الله، أما فهمه فهو عمل الإنسان، والفرق بينهما هو الفرق بين المطلق والنسبي، وبين الثابت والمتجدد. ولذلك أرى أن القرآن لا يقرأ لينتج تفسيرا نهائيا يغلق باب التفكير، وإنما يقرأ ليمنح الإنسان أدوات يفهم بها نفسه والكون والحياة. فكل قارئ يفهم من القرآن بقدر ما يمتلك من لغة وعلم وخبرة وتراكم معرفي، وليس الذي يتغير هو القرآن، وإنما الإنسان الذي يقرأه. ولهذا أجد أن التعبير الأدق هو أننا نفهم القرآن ثم نفسر به الواقع، لا أن نزعم أننا قد قدمنا التفسير النهائي للقرآن نفسه. فحين نقول هذا هو تفسير القرآن، فإننا من حيث لا نشعر نضفي على اجتهادنا البشري صفة الثبات، بينما الفهم بطبيعته يتطور كلما تطورت أدوات المعرفة. إن المعرفة الإنسانية تراكمية، فما يكتشفه جيل يصبح أساسا يبني عليه الجيل الذي يليه، ولذلك تتطور الفيزياء والطب والاقتصاد واللغويات وسائر العلوم باستمرار. أما إذا بقي فهم النصوص الدينية جامدا لا يسمح بالحوار مع هذا التراكم المعرفي، فسوف تتسع الفجوة بين المعرفة المتجددة وبين الخطاب الديني، وهنا تكمن المشكلة. فالكثير من الناس لا يدافعون عن القرآن، بل يدافعون عن فهم معين للقرآن، حتى أصبح المساس بذلك الفهم يعامل كأنه مساس بالنص نفسه،
ومع مرور الزمن تتحول اجتهادات البشر إلى مسلمات لا تناقش، ويصبح الاختلاف معها تهمة لا بداية لحوار علمي. إن القرآن لم يصف نفسه بأنه كتاب أجوبة جاهزة لكل عصر، بل دعا الإنسان إلى التدبر والتفكر والنظر في الأنفس والآفاق. وهذه الدعوة تعني أن حركة العقل جزء من الرسالة، وأن التراكم المعرفي ينبغي أن ينعكس على طريقة فهمنا للنص، لا أن يبقى منفصلا عنه. إن الأمم لا تتقدم لأنها تمتلك نصوصا أفضل، وإنما لأنها تمتلك ثقافة تراجع مفاهيمها باستمرار. فكل اكتشاف جديد يدفعها إلى إعادة النظر في نماذجها التفسيرية، فتتطور معارفها وتتسع رؤيتها للعالم. أما حين يصبح الفهم البشري مقدس، فإن العقل يتوقف عن إنتاج المعرفة ويكتفي بحراسة ما أنتجه السابقون. إن تجديد الفهم لا يعني تغيير القرآن، بل يعني أن الإنسان نفسه قد تغير. لقد اتسعت معارفه وتطورت لغته، واكتشف قوانين لم تكن معروفة من قبل، وأصبح يرى من آيات الله في الكون ما لم يكن يراه من سبقه. ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على فهمه للنص ما دام منضبطا باللغة والسياق ومقاصد القرآن. إن أكبر خطر يواجه الفكر الديني ليس اختلاف الناس في الفهم، بل اعتقاد كل فريق أن فهمه هو الحقيقة النهائية التي لا يجوز مراجعتها. فهناك فرق بين قداسة الوحي وقداسة آرائنا عن الوحي. هذه ليست دعوة إلى تجاوز التراث أو إلغاء جهود العلماء، بل دعوة إلى مواصلة المسيرة في هذا الشيء التي اشتغلوا عليه. فقد اجتهدوا بما أتيح لهم من أدوات عصرهم، ومن حق كل جيل أن يجتهد بما أتاحه الله له من أدوات عصره، مع بقاء النص القرآني هو المرجعية الثابتة. وهذا الفهم الذي أطرحه ليس إلا اجتهادا يحتمل الصواب والخطأ، وغايته أن يظل باب التدبر مفتوح، وأن يبقى القرآن مصدرا حيا للهداية يتفاعل مع الإنسان كلما اتسعت معارفه، لا كتابا نغلقه داخل حدود فهم بشري ولد في زمن معين ثم نمنع الأجيال من إعادة النظر فيه. إذن إخواني أقف عند هذا الحد. نعم، لهذه المقالة القصيرة للأستاذ وائل كريم. نعم، فهو من المتدبرين النص القرآني، ويطرح نعم فهم فهم جديد، ويتفاعل مع هذا الزمان الذي نعيش فيه. فكما قال الدكتور محمد شحرور رحمه الله، فالقرآن حي، نعم، وهو صالح لكل زمان ومكان، ولكن بفهم متطور، ولا يبقى كما قال كذلك محمد أركون عبارة عن مدونة نصية مغلقة. لا، فالقرآن يجب أن يبقى مفتوح للقراءة وللتدبر لكل عصر ولكل جيل حق في أن يتدبر. ونعم، بما أنه وصف نفسه كهداية وكنور، إذن فكل جيل يحتاج إلى هذه الهداية وإلى هذا النور الذي يتوافق مع التراكم المعرفي والخبرة الإنسانية ومستوى التعقل الذي وصل إليه الإنسان. نعم، ولهذا فيبقى القرآن نبراس ونور وهداية، وكذلك رافعة لكل زمان ومكان ولكل الأجيال والعصور والأزمنة. إذن هكذا يجب أن نتعامل مع القرآن تعامل ديناميكي، لأنه كما قلنا هو هداية للعالمين وليس الأمة المحمدية، نعم، للعالمين، لأنه وصف نفسه هكذا. ولنعود إن شاء الله لهذه المواضيع، نعم، لأن
مواضيع مهمة، لأن كما قلت سابقا وكما تعلمت من هذه القراءات المتواضعة، تعلمت أن لا يمكن أن يكون هناك تطور وتقدم إلا إذا تجاوزنا الخطاب الديني القديم والفكر الديني الذي لم يعد ينسجم مع قضايا هذا العصر. لأن القرآن يجب أن نطرح عليه أسئلتنا التي تؤرقنا، فكما سألت الأجيال السابقة، وخصوصا مثلا القرآن يعلمنا، يسألونك عن الأهلة قل فيها مواقيت للناس، يسألونك عن الخمر قل كذا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذن فالآن يجب أن نسأل كذلك القرآن عن، نعم، كما قال دكتور حسن حنفي، نعم، نسأله عن الفقر، نسأله عن التجزئة، نسأله عن نعم عن آه كيف نعم نتحرر من الاستبداد ومن الفساد ومن نعم الهيمنة، سواء الهيمنة الداخلية أو القوى الاستبدادية الإمبريالية. إذن فهذا هو القرآن. إذن القرآن يجب أن يكون لنا نسأل عن القضايا التي تؤرقنا، تعليمنا كيف، لماذا هذه الأمة تعاني من الأمية. هذه أسئلة، نعم. والقرآن إذا فهم فهم، نعم، متحرر، فهم عقلاني، ففيه الإجابة. نعم. إذا إخواني، المرجو منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتقاسمها مع الأحباب، لأن هدفي هو أن أنشر وأتقاسم هذه المقالات وهذه الكتب التي أنا أرى فيها نعم فكر جديد، فكر كما قلت تنويري، عقلاني، حداثي. هذا هو الأساس. نعم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء إخواني، سلام.